السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم مملحات غادي نصاوبوهم غير في اللاطه ديال المادلين بالخبز ديال التورتيلا. كيجيو اكثر من رائعين بحال اللي كيش، ولكن هما لذاذين بزاف وبطريقه اللي بسيطه وسهله. ما عليكم غير تكملوا معايا الفيديو حتى الاخير، وإلا عجبتكم هاد الوصفه ما تنسونيش من اللايكات ومن البارطاج، وغادي نمروا على بركه الله نشوفوا طريقه التحضير. اول حاجه غادي نبدا بها هي الخبز ديال التورتيلا. عندي هنا 4 ديال الكيسان ديال الدقيق الفورس، غادي نضيف ليهم معلقه ديال سنيده، وغادي نضيف ساشي ديال الخميره الحلويات غادي نضيفها كامله، وغادي نضيف عليهم الملحه صافي. وغادي نخلط هاد النواشف مزيان، وغادي نضيف دابا واحد 4 ديال المعالق كبار ديال زيت المائده، يعني كل كاس كنضيف له معلقه ديال زيت المائده صافي. دابا غادي نجمع العجين ديالي بالماء يكون دافي. وبالنسبه للخبز ديال التورتيلا راه سبق لي وتقاسمته معكم في بزاف ديال الوصفات منهم التاكوس. غير دابا كنبغي نعاود نتقاسموا معكم، يعني ما نديرش الوصفه تكون شويه ناقصه. كاين اللي ما شافش الفيديو، كاين كنبغي نقدم لكم الوصفه كما هي من الاول حتى الاخر ديالها صافي. من بعد ما جمعت العجينه ديالي كيف كتشوفوا كتكون شويه رطبه، غادي نوضعها في الميكا كيف العاده، وغادي نسد عليها ونخليها ترطب على خاطرها واحد شويه. ومن بعد ما كترتاح لي العجينه واحد 10 دقائق ولا 15 دقيقه، يعني على حسب الوقت اللي عندكم، كنقسمها تقريبا واحد 10 ديال الكرات اللي كيكونوا متوسطين هكا في الحجم ديالهم. ومن بعد ما كنقسم العجين ديالي على 10 كيف قلت لكم، غادي نغطيهم بواحد الميكا ونخليهم واحد 5 دقائق يزيدوا يرتاحوا صافي. ومن بعد غادي نبدا نطلق اول كره بالاستعانه بالدقيق ضروري، حيت العجينه كتكون شويه رطبه، يعني دغيا كتلتصق لكم على سطح العمل. غادي نبقاو نرشوا الدقيق في كل مره، ونبقاو نطلقوا العجينه ديالنا هكا بالدلاك. وبالنسبه للسمك كيكون شويه رقيق صافي. من بعد ما كنطلق الكره ديالي على هذا الشكل هذا، كنوضعها في المقله اللي كنكونوا شعلنا لها من قبل. وضروري ما تكون المقله ديالكم سخونه مزيان باش غير تحطوا الخبز ديال التورتيلا ديالكم دغيا كينشف وكتقلبوه. وبالنسبه للطريقه ديال الطهي كتبقاو في كل مره تقلبوا الخبز ديال التورتيلا ديالكم، والعافيه تكون شويه مجهده ما تكونش ناقصه، وراه دغيا كيطيب معاكم. يعني ما تخليوش مده طويله في المقله، غير هكا ينشف ويبدا يتحمروا داك الفقاعات اللي كيطلعوا غير واحد شويه صافي. وكتحيدوه وكتوضعوه في واحد المنديل اللي كتغطيوه من الفوق بالميكا باش كيبقى الخبز ديالكم رطب وما كيضيعش. وبالنسبه للحشوه عندي في مقله كنوضع الزيت، وغادي نضيف البصله اللي شلتها رقيقه، وغادي نضيف عليها خيزو اللي حكيته في الحكاكه رقيقه وعصرته من الماء ديالو. وبالنسبه للخيزو كيكون شويه كتير على البصله صافي. ودابا غادي نضيف الزيت حيتاش درت غير شويه في الاول، وغادي نضيف الملحه، وغادي نخلط هذا الشيء بلا ما نغطيه باش ما تطلقش ليا البصله الماء ديالها وتعطل في الطياب صافي. غادي نبقى نخلط حتى كيتشحروا ليا هاد المكونات وكيتغير اللون ديالهم كيف كتشوفوا. ومن بعد غادي نضيف واحد الكميه ديال الكفته، اما كفته ديال لاداند اولا كفته ديال البقري يعني اللي متوفر عندكم. ومن بعد غادي نضيف التوابل، عندي هنا شويه ديال الابزار، سكينجبير، وغادي نضيف الخرقوم وشويه ديال التحميره، الكمون، وواحد معلقه ديال قزبر ومعدنوس صافي. دابا غادي نخلط هذا الشيء مزيان حتى كطيب ليا ديك الكفته وكتشرب ليا دوك التوابل اللي ضفت، وهكا كتكون الحشوه ديالنا واجده. وغادي نمر دابا باش نكمل معكم. كناخذ الخبز ديال التورتيلا اللي حضرت معكم كيف كتشوفوا كيجي ناجح، وممكن تعتمدوا في جميع الوصفات تاكوس ليكيش، يعني ما تحتاجوش انكم تشريوه من على برا. هاد الوصفه هذه هي اللي معتمده عندي دائما، يعني ما كنغيرش هاد المقادير اللي كندير صافي. كناخذ اول وحده وكناخذ هذا السيركل ديال الحرشه، اولا كتاخذوا غير الا ما عندكمش تاخذوا غير زلافه وتقلبوها هكا على الوجه ديالها، وكتشدوا الموس وكتبقاو تدوروا من على الزلافه حتى كتقطع لكم داك الدوره صافي. من بعد ما كنقطع الدوائر بحال هذا الشكل هذا
كناخد اللاطه ديال مادلين وكنوضع هكا ديك الذره اللي قطعت وكنبرك عليها بالكاس كيف شفتوا. هانتوما كنحطها وكنبرك عليها بالكاس، ومن بعد كنبقى نبرك عليها هكا بالاصابع ديال اليد ديالي كيف كتشوفوا. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه، كنوضع ديك الدائره من الفوق وكنبرك عليها بالكاس. يعني هاد الطريقه هذه سهله جدا بلا ما ديروا عجينه. وكاين اللي كتهرس معاه، كاين اللي ما عندوش دوك القوالب ديال الكيش. يعني هاد الطريقه هذه جديده وكيجيو رائعين بزاف. ان شاء الله غادي تجربوهم وغادي يعجبوكم. صافي من بعد ما كملتهم كاملين كناخد واحد شويه من الحشوه، تقريبا واحد معلقه تكون عامره. صافي غادي نعمرهم كاملين كيف غادي تشوفوا معايا. وكنتمنى صراحه تكونوا وضعتوا لي اللايك وشجعتوني هكا باش كنفرح وكنزيد ندير وصفات اللي تكون بسيطه واللي يعجبوكم. ومن بعد ما كنعمرهم كناخد واحد الزلافه كنوضع فيها واحد الحبه ديال البيض، وغادي نضيف عليها 2 معالق كبار ديال الدقيق الفورس، وواحد الساشي ديال خامية الحلويات، وغادي نضيف عليهم واحد الياغورت طبيعي، واحد العلبة. صافي ومن بعد غادي نخلط هادشي مزيان. وبالنسبه الى جاكم الخليط ديالكم ثقيل كتضيفوا له الحليب، يعني كتضيفوا واحد شويه ديال الحليب وكتخلطوه مزيان. صافي حتى كنحصلوا على الخليط اللي يكون شويه ما ثقيل ما جاري، يعني كيف كتشوفوا معايا. صافي وغادي نخويه على دوك لي كيش. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه. وبالنسبه لهذا الخليط هذا اللي صوبت معكم راه كيخلي الحشوه ديالكم ما تجيش ناشفه وكتجي معلكه وكيجي فيها واحد المذاق زوين بزاف. صافي ومن بعد ما كنكملهم كاملين كناخذ الفرماج موتزاريلا اولا الفرماج الحمر، وكتوضعوا هكا واحد شويه من الفوق غير باش كيعلك لينا لي كيش ديالنا وكيجيو بنانين. وغادي نضيف عليهم واحد شويه ديال الزعتر من الفوق غير هكا للتنسيم. صافي ودابا غادي ندخلهم للفران يطيبوا. بالنسبه للفران ديال الغاز كنديرهم من الفوق حتى كنشوفهم تنفخوا بحال الكيكه، وعاد كنرجعهم للتحت باش كيتحمروا. وكيكون هذا هو الشكل ديالهم. الصراحه كيجيو رائعين بزاف، لا في الديكور ديالهم ولا في المذاق. انا متاكده غادي تجربوهم وغادي يعجبوكم. وغادي نقسم معكم وحده ضروري باش تشوفوا من الداخل كيفاش كيجيو معلكين وكيجيو رائعين بزاف. وهكا اخواتي وصلت معكم لنهايه الفيديو. كنتمنى ما تنساونيش من التشجيعات ديالكم واللايكات ديالكم، وان شاء الله غنتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده.